في يوم من الأيام من أكتر من 60 سنة في أمريكا كان في تفرقة عنصرية واضحة جدا ضد السود، وكمان كان في عنصرية ضد الستات. تخيل إنها تكون ست وكمان بشرتها غامقة. كاثرين بتشرب فنجان قهوة قدام كل الرجالة البيض اللي موجودين في المكتب. في اليوم اللي بعده بتلاقي فيه غلاية جديدة حجمها أصغر وخامتها أسوأ ومكتوب عليها للسود فقط. كاثرين كانت حياتها كلها معاناة بسبب لون بشرتها، وأكتر حاجة كانت بتعاني منها هي دخولها للحمام، ده لأنها انتقلت لمبنى جديد وهي بتشتغل في وكالة ناسا، والمبنى ده للبيض فقط. كل الحمامات اللي فيه مكتوب عليها للبيض، ممنوع أي حد بشرته غامقة يستخدم الحمامات دي. بتضطر كل يوم إنها تروح للمبنى القديم وده اللي بيشتغل فيه الموظفين السود عشان تقدر تدخل للحمام. والمبنى ده كان بعيد عن مكتبها بمسافة ميل تقريبا، كانت بتستغرق حوالي 40 دقيقة، وما بتقدرش تاخد استراحة تاني لأنها بتضيع كل وقتها في مشوارها للحمام. وما ينفعش طبعا إنها تستنى لآخر اليوم، وده لأن يومها بيكون أطول بكتير من الموظفين البيض، وده لأن الموظفين السود كانوا بياخدوا عدد ساعات عمل أطول. ومع إنها كانت بتروح جري وبترجع جري، ولكن الوقت الطويل اللي بتستغرقه في مشوار الحمام كان بيأجل شغلها وبيأخره. وفي آخر اليوم بعد ما بتخلص كل شغلها، المدير بتاعها بياخد منها الملفات وبيحطها في الزبالة، وبيقول لها إن في وكالة ناسا كل ساعة البيانات بتتغير، وبكده البيانات اللي هي شغالة عليها من أول اليوم ما بقتش دقيقة. في اليوم اللي بعده زميل كاثرين بيديها ملفات أكتر، ولكن كاثرين بتفتحها وبتلاقيه مشخبط على بعض الأرقام، وبتبقى مستغربة جدا هي إزاي هتراجع البيانات والأرقام دي متشخبط عليها. وزميلها بيرد عليها وبيقول لها إن وظيفتها هنا مؤقتة، ده لأن الوظائف الدائمة بياخدوها الموظفين البيض فقط. وبيقول لها كمان إن البيانات دي سرية جدا، وكل الموظفين البيض اللي في المكتب يقدروا يعرفوها ما عدا هي. ولكن كاثرين ما بتهتمش لكلامه، وبتعرض الورقة للضوء وبتقدر تشوف كل الأرقام اللي هو مشخبط عليها، بتقدر تطلع البيانات كاملة، وبتبدأ تحلل البيانات دي على السبورة، وبتكتب معادلة طويلة ومعقدة تقدر تطلع أرقام دقيقة جدا. ده لأن كاثرين من وهي صغيرة عندها المقدرة إنها تحل أي مسألة رياضية حتى لو كانت معقدة، وبتطلع الإجابة في وقت قياسي. الأرقام بتاعتها بتكون دقيقة جدا، ولكن للأسف في الوقت ده بتضطر إنها تسيب المعادلة لأنها محتاجة تدخل للحمام. كان لازم تمشي في الطريق اللي بتمشي منه كل يوم، لكن ما فكرتش إن زملائها في الشغل هيشوفوا المعادلة اللي هي رسمتها، حتى إنها لفتت نظر المدير بتاعها. كلهم كانوا متفاجئين من دقة المعادلة، كمان إن المعادلة فيها حل هم ما كانوش قادرين يوصلوا له بقالهم فترة. لكن بدأوا يحققوا مع كاثرين، وده لأنها استخدمت بيانات سرية. كل اللي قالته كاثرين إنها قدرت تطلع الأرقام المتشخبط عليها لما عرضت الورقة للضوء، ولما المدير بيتأكد من كلامها بيغير نظرته تجاهها، يأمر الموظفين إنهم بعد كده يدولها البيانات كاملة وإنهم ما يعدلوش فيها أي حاجة. تفرح كاثرين إنها أخيرا حصلت على التقدير اللي هي تستحقه من المدير بتاعها، وبتبدأ كاثرين إنها تشتغل طول الوقت، ما بتاخدش استراحة ولا أجازة حتى وهي تعبانة. وحتى في طريقها للحمام بتاخد الملفات بتاعتها علشان تنجزها في أقرب وقت. وفي يوم كان الجو ممطر جدا، كاثرين اضطرت تمشي في نفس الطريق علشان تروح للحمام. في الوقت ده مديرها كان محتاجها وما لقاهاش على المكتب. كاثرين بترجع للمكتب وهي مبلولة. المدير بتاعها بيكون متضايق منها جدا، بيكون مستغرب إنها كل يوم بتستغرق 40 دقيقة وما بتكونش على مكتبها. بيقول لها إن دخولها للحمام مش محتاج كل الوقت ده. في الوقت ده كاثرين بترد على المدير لأول مرة. And I work like a dog day and night, living off a coffee from a pot none of you wanna touch. بتخلص كلامها وبتاخد شنطتها وبتمشي، وده لأنها عارفة إن محدش منهم هيهتم بمعاناتها. لكن في اليوم اللي بعده بتتفاجئ إن المدير بتاعها ماسك حديدة وبيكسر كل اليافط اللي على الحمامات واللي مكتوب عليها للسود فقط أو للبيض فقط، وبيقول إن هنا في وكالة ناسا مفيش فرق ما بين أسود أو أبيض. من أكتر من 60 سنة في أمريكا كان الاضطهاد ضد السود قوي جدا، وفي كل مرة بيجي شخص مهم يزور وكالة ناسا كان الموظفين السود لازم يقفوا على بعد 3 متر من الموظفين البيض. الموظفين البيض بس هم اللي ليهم الحق إنهم يقابلوا الشخصية المهمة دي ويسلموا عليها. لكن لحسن الحظ في المرة دي كان رائد الفضاء ده لطيف جدا، راح وسلم على الستات السود واحدة واحدة، وكمان أظهر احترامه وتقديره ليهم. وفي الوقت ده كان في سباق ما بين أمريكا وروسيا على مين فيهم هيقدر يطلع للقمر الأول. روسيا تفوقت عليهم في المجال ده، الاتحاد السوفيتي كانوا أول ناس يطلعوا للفضاء.
كده الضغط على وكالة ناسا كان قوي جدا إنهم لازم على الأقل يحتلوا المرتبة التانية. كده الشغل زاد على الموظفين وكلهم بيتصلوا بأهاليهم وبيعرفوهم إنهم مش هيرجعوا في أجازة، ومنهم كاثرين. وبسبب شغلهم المتواصل بيقدروا وبينجحوا وبيطلعوا صاروخ تجريبي للفضاء. وفي الوقت ده الضغط على وكالة ناسا بيبقى أكبر، وده لأن الصاروخ التجريبي نجح، فلازم يحسبوا كل لحظة بدقة كبيرة للصاروخ الحقيقي، وده لأن الصاروخ هيطلع مع رائد فضاء. وعلشان كده هم طول الوقت في اجتماعات. تطلب كاثرين إنها تحضر اجتماع منهم، لكن زميلها بيقول لها إن الموظفين السود ممنوع يحضروا الاجتماعات. في الاجتماعات دي بيقولوا معلومات مهمة جدا، لكن المعلومات دي بتفوت كاثرين لأنها ممنوع تحضر، وبتتأخر كتير في شغلها وما بيطلعش دقيق. عشان كده بتطلب من المدير شخصيا إنه يخليها تحضر المؤتمر. بتقوله إنها هتفيدهم جدا، خصوصا إن المعلومات اللي هم بيقولوها هي بتفهم فيها كويس. عشان كده المدير بيوافق، وفي وسط الاجتماع بيديها قطعة طباشير علشان تبدأ تشرح لهم شوية معلومات هم مش فاهمينها. بيكون المدير اداها فرصة حياتها إنها تثبت نفسها، وبتبدأ كاثرين بكل ثقة إنها تحسب لهم البيانات بدقة، وبتعمل العمليات الحسابية دي في مخها وبتكتب النتائج. خلال 5 دقايق بس كانت عملت كل المعادلات، وقدرت إنها تطلع الأرقام والكسور بدقة عالية. وبعدها على طول اخترعوا الآلة الحاسبة اللي كانت بتحسب كل الأرقام بسرعة. في وكالة ناسا طبعا بيجيبوا كل الأجهزة المتطورة اللي تساعدهم، عشان كده قدروا يستغنوا عن بعض الموظفين ومنهم كاثرين. كاثرين كانت زعلانة جدا، ولكن تقبلتها بصدر رحب. وجي وقت إطلاق الصاروخ الحقيقي، كل العالم كان بيراقبهم، لكن فجأة المدير بيلاقي إن في تغيير في الأرقام، إن الآلة الحاسبة كانت بتهمل بعض الأرقام العشرية، والأرقام دي مهمة جدا لهبوط الصاروخ تاني على سطح الأرض. اتصل بيه رائد الفضاء اللي هيطلع في الصاروخ، وقال للمدير إنه مش هيقدر يطلع من غير ما كاثرين هي اللي تيجي وتحسب الأرقام دي، وده لأنه لو طلع مش هيعرف ينزل طول ما الأرقام دي متلخبطة. وبعد المكالمة دي الرئيس طلب من الموظف إنه يروح فورا لمبنى السود، يطلب من كاثرين إنها تعدل الأرقام دي وتحسبها. وقدرت إنها تطلع الأرقام فعلا، أخدت البيانات وجريت فورا لوكالة ناسا. قدام غرفة الاجتماعات أخدوا منها الحسابات وقفلوا الباب. وساعتها كاثرين حست بإهانة كبيرة، وعرفت إن هي مهما تعمل محدش هيحترم مجهودها. ولكن بتتفاجئ إن المدير بينده لها وبيقول لها إنها رجعت لوظيفتها وإنها تقدر تحضر معاهم. وبتكون كاثرين أول ست سودة قدرت تحضر مؤتمر ضخم زي ده. كمان قدرت تشوف أول صاروخ أمريكي حقيقي يطلع للفضاء من وكالة ناسا، وغيرت كتير جدا من تاريخ السود في أمريكا. وكمان كان ليها تأثير كبير جدا في مجال الفضاء، محدش قدر ينكر مساندتها لوكالة ناسا. وبقت من أعظم 3 عالمات سود في العالم. في يوم عطلت بيها العربية هي وصحابها، وجالهم شرطي أبيض وكان بيعاملهم بقلة احترام. كان بيقول لهم إن ممنوع في المكان ده إن عربيتهم حتى تعطل، لحد ما عرف إنهم بيشتغلوا في وكالة ناسا. طريقة كلامه اتغيرت، وكمان عرض عليهم إن يساعدهم. كانوا السود بيشتغلوا في مبنى لوحدهم في مكان ضلمة، ومهما كان درجة تعليم الموظف الأسود أو قدراته كانوا كلهم بيتعاملوا بطريقة وحشة. كان الموظفين البيض بيعاملوهم كأنهم عمال نظافة، وحتى في الكافيتيريا كان في مكان مخصص للسود، وده لأنه ما كانش ينفع تقعدي وجها لوجه مع شخص أبيض. ولكن ماري صاحبة كاثرين جالها فرصة كبيرة جدا، اتأهلت إنها تشتغل في الهندسة. في أول مرة تطلع فيها كانت منبهرة جدا بمحرك الصاروخ، ده لأنها أول مرة تشوفه على الحقيقة، وده كان وقت إنهم يجربوه ويعرضوه للضغط الجوي. الجزمة بتاعت ماري دخلت في الفتحات اللي في الأرض، زمايلها ما كانوش مهتمين وكانوا ممكن يبدأوا التجربة وهي جوه، ده كان هيعرض حياتها للخطر، وكانت ممكن تموت محروقة في الأوضة دي. كانوا كل زمايلها بيعاملوها باشمئزاز، لكن ماري ما كانتش بتهتم ليهم لأنها متعودة على النظرات دي من يوم ما اتولدت. ولكن مديرها هو الوحيد اللي كان بيشجعها، وكان دايما بيدعمها لأنها دايما بتعمل شغلها صح. ولكن كانت كل فكرة جديدة ماري بتقدمها كانت بتترفض، ده لأنها ما حصلتش على درجة الماجستير زي باقي زمايلها. لكن الماجستير ما كانش مسموح على الطلبة السود. ماري كانت متضايقة جدا، قررت إنها تروح بنفسها وتغير القوانين دي. وكانت المحاكمة عادلة جدا، ده خصوصا بعد ما سألت القاضي عن سبب منعهم من إنهم ياخدوا شهادة الماجستير. في النهاية المحكمة ادتها الحق إنها تكمل دراستها. وكده كانت ماري أول بنت سودة تقدر تحضر محاضرات للبيض فقط، وبرضه أول بنت سودة قدرت تحصل على درجة الماجستير، وكمان أخدت الشهادة بتفوق. رجعت تاني لوظيفتها، كانت أول مهندسة من أصحاب البشرة الغامقة تحصل على وظيفة دائمة في وكالة ناسا. أما صاحبتهم التالتة روسي، دي كانت رئيسة قسم السود. بالرغم من قدراتها الكبيرة جدا ما قدرتش تحصل على وظيفة أعلى، ده برضه بسبب لون بشرتها، لكن ما تخلتش عن حلمها
كانت عندها القدرة إنها تعمل عمليات ضخمة وصعبة، كانت بتكتشف أخطاء الكمبيوتر نفسه ما كانش بيقدر يوصل لها، كانت بتطلع إحصائيات محدش قدر يكتبها بالدقة دي، كانت بتدرب كل الستات السود اللي تعرفهم، ده عشان مهما حصل ما يقدروش يستغنوا عنهم. في أيام ما كان البيض بس هم اللي مسموح لهم يدخلوا في أوضة الأجهزة زي الكمبيوتر، البيض ما كانوش قادرين يتعاملوا مع الأجهزة دي، وعشان كده اضطروا إنهم يلجأوا لروسي. لكن روسي قررت إنها ما تروحش لوحدها، أخدت كل زمايلها وخرجوا من البدروم الضلمة ودخلت مبنى وكالة ناسا للبيض. قالت لهم إنها مش هتوافق تساعدهم غير لما يعينوا كل الموظفين السود اللي زيها، هم اضطروا يقبلوهم، وده لأنهم فعلا محتاجين لهم، كمان محتاجين أكتر لمساعدة روسي. وبقت أول ست سودة تكون مديرة على البيض. وكالة ناسا اعترفت بتميزها وفضلها الكبير، وماري وكاثرين وروزي 3 كانوا من أعظم 3 عالمات في العالم، قدروا يغيروا من نظرة البيض لأصحاب البشرة الغامقة. كمان كان ليهم علاقات سياسية قوية جدا محدش من البيض قدر يعملها. وبيخلص الفيلم على كده. متنساش اللايك والسبسكرايب، وقولي عايز الملخص الجاي يكون عن ايه.